ودي نحطها فين؟ هنحطها فين سعادتك؟ هيحطها في اللاب. ايه اللاب ده؟ الكمبيوتر. كمان غير اسمه؟ ما غيرش اسمه. ما غيرش اسمه ولا حاجه سعادتك، هو اللاب هو الكمبيوتر اللي على المكتب. اللاب هو الكمبيوتر. ما شاء الله، الله اكبر. ايه التكنولوجيا اللي احنا هنطالب الداخليه بعثه لامريكا سنه كامله عشان نطور التكنولوجيا ديت. بعثه ايه وسنه ايه يا باشا؟ مفيش اي حته فلاشه هنحطها في اللاب. كده ساعات زي حضرتك لما ايه الحراره بتعلى بنحط لحد البوس. ما شاء الله. اهي بص سعادتك، يعني اي حد يعيا تحط له البتاعه دي تنزل الحراره. شريف اتفضل. لو انا عييت ولا حاجه ارجوك ما تحطش البتاعه ديت. ما تقلقش يا باشا، انا احب فوار كده واخده وابقى السخونيه تروح على طول لوحديها. عيب يا باشا، انا جوز بنتك ما عملش فيك كده. تمام. تعالى بقى يا باشا شوف التقرير لو سمحت. ما شاء الله على التكنولوجيا، ما شاء الله على التكنولوجيا. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الله اكبر، الله اكبر. نصلي ركعتين شكر لله على التكنولوجيا دي. الله يكرمك، الله يكرمك. عايزين نخلص شغلنا. تكنولوجيا ايه؟ احنا بعد ما نخلص لما نطلع عمره انا وانت. ماشي. اها، مخلص عبد الله مخلص. عبد العزيز. عبد العزيز؟ ايوه. مخلص، ما كله ماشي. مخلص عبد العزيز مخلص، الشهير بمخلص طحن. ندل طحن اسمه ابوه عبد العزيز عشان يتقال مخلص طحن. ده حقيقي يا فندم، معروف عنه انه ممكن يبيع اي حد عشان مصلحته الشخصيه. اديني امثله كده. مفيش من سنه سعادتك سلم واحد جاره كان شغال حرامي، سرق شنطه فيها 200,000 جنيه. برافو عليه، ده راجل كويس جدا. مش دي القضيه سعادتك، هو سلمه عشان خاطر يقبض ال 10% مكافاه الشرطه. مخلص. ما هو قبليها اخذ منه 20% في مقابل انه ما يبلغش عنه. حقه. قبليها قال لصاحب الشنطه هقول لك مين اللي سرقها بس اديني 20% مكافاه غير مكافاه الشرطه. لازم ياخد المكافاه على اكمل وجه. يا باشا انت تعليقاتك غريبه قوي، انا بحكي لك حكايه وانت مركز في ايه؟ اجمل وجه ايه؟ ده بني ادم ندل زباله. تصدق بالله خطيبته اللي هي خطيبته قعد 3 شهور يقنعها ان هم يخرجوا سوا. بعد ما نزلت وافقت راح باعت رساله لابوها قال له الحق بنتك نزلت من وراك. واكيد ابوها راح راقبها. ايه احكي لي تاني. بقول لك يا باشا بلاش دي. بلاش دي. كان عايز فلوس من ابوه ما رضاش. راح جايب له مسدس ميه بيهدده بيه. مسدس ميه؟ كمل لي يا باشا. بقول لك مسدس ميه. قصدي اقول لك كام لتر. يا سلام. فرق معاك في ايه؟ انا بحكي لك قصه بتركز في حاجات غريبه قوي يا باشا. تفرق كتير قوي يا شريف. المسدس ده في ميه ساقعه ولا ميه سخنه؟ هو رش ابوه في الصيف ولا في الشتاء؟ لو رش ابوه في الشتاء والميه دي ساقعه ابوه هيسخن درجه حرارته هنضطر نحط له الفلاشه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا. طبعا. طب بص يا باشا انا مش هحكي لك حاجه تاني، انا بس كل اللي عايز اقول لك ان هو بني ادم ندل فخد بالك منه وانت بتتكلم معاه. لا مش ندل، ده سوء سمعه النداله. ايه تاني احكي لي. لا خلاص مفيش. طب انا لازم نحسب الحكايه ديت ال 10% وال 20% و 30%. ليه؟ خلاص استعمل كالكوليتر. استعمل كالكوليتر. ايه الكالكوليتر ده؟ يا باشا ده من سنه 60 ما فيهوش حاجه ده. كالكوليتر اللي بنحسب عليه. 60. ما شاء الله على التكنولوجيا. ركعتين شكر لله. يلا يا راجل نصلي يا جماعه، يلا انا زهقت. كله تمام يعني. هو موجود هنا؟ يا باشا. ندهولي. يا ابني دخلني محسن يا مخلص يا ابني من عندك. ايوه داخل اهو. ماشي. اهلا يا باشا، تحت امرك يا باشا. لا مش انا، الباشا الكبير اهو. باشا الكبير اهلا وسهلا. باشا ظابط. هو دايما مبهدلنا كده. ايوه ظابط ايقاع بقى اكيد. تحت امرك يا فندم. يا كوكو جنبو يا